قبل ما ابدا الحلقه لازم اشكر كل واحد اهلاوي ساهم في انتقال احمد سيد زيزو من نادي الزمالك للنادي الاهلي. شكرا بجد الكابتن العرجاني، كابتن احمد شوبير، كابتن محمود الخطيب، شكرا من كل قلبي والله على انك خدت زيزو من الزمالك للنادي الاهلي، لانك ما كنتش عملت كده ما كناش رحنا جبنا الموهبه البرازيليه خوان الفينا ده. ايه يا معلم الجمال والحلاوه ده؟ يعني ايه انا عندي وينج يمين بيعدي واحد على واحد؟ يعني ايه؟ لما نخش في الحلقه بس ايه هحكي لك اكتر واكتر، بس قبل ما نخش في الحلقه الكلام ده للهزار بس مش اكتر، ولا قصدي اعصبك كمشجع اهلاوي ولا اي حاجه، احنا بنهزر وبس. ده تنويه مهم لازم انوهه ان احنا عندنا في القناه مش بنشيل لاي تعصب، احنا بس هزار وكلام في الكوره وبس. يلا بينا نخش في الحلقه. ما تبقاش نادي الزمالك والله العظيم لو ما حلقتش دمنا قاعدين لحد اخر دقيقه خايفين يخش فينا التعادل. ليه يا معلم انت عملت كل ده؟ انا ما اعرفش. ناصر ماهر هو السبب في كل اللي الزمالك كان فيه ده. خش ونحكي في الحلقه واحده واحده. بس قبل ما نبدا الحلقه لازم اشكر كابتن جون ادوارد. كان نفسي اديك التحيه بس للاسف الحلقه دي تنزل يوم الجمعه بعد الصلاه ما ينفعش اعملها، بس اوعدك في الحلقات الجايه اول ما الزمالك يكسب هديك التحيه اللي هتبقى تريد مارك عندنا في القناه ان شاء الله لكابتن جون ادوارد. وتعالى بقى نخش ايه في الماتش وتفاصيل المباراه اللي كانت بادئه كويسه جدا جدا. نادي الزمالك المدرب نزل بالتشكيل اللي كل الزمالكاويه بيحلموا بيه. عبد الله السعيد بيلعب 8 و6 جنبه محمد شحاته، قدامهم ناصر ماهر، الفينا، بنزا، عدي الدباغ. والزمالك ما كدبش خبر في اول 12 دقيقه سرور حلو قوي من عبد الله السعيد واستلامه بلمه ولا اروع من خوان الفينا يحط كوره في شبكه ابو جبل بتزغرط ويبقى الهدف الاول لنادي الزمالك في اول 12 دقيقه. سيبك من الجون، الراجل ده تحس ان هو مواليد 100 عقبه. الراجل في اول دقيقتين في الماتش عمل تدخل راح للجماهير، ايه جاب الجون قلع التيشيرت وراح للجماهير. راجل عايش الاجواء معانا تحس ان هو واحد مننا. انا بقول لنادي الزمالك يا عم جون ادوارد اجري الراجل ده مضيع على شيكات وكمبيالات، لازم الراجل ده يقعد في الزمالك لاطول مده، لانك باقصى تقدير على يناير هتلاقي المعبر السعودي او البصل الكويتي او حتى الرز اللبناني هيخشوا يقدموا لك فلوس وتلاقي الراجل مشي في يناير شهر 7 في النادي الاهلي. فالراجل ده بقى مضوع على اي حاجه، اهم حاجه الراجل ده ما يطلعش من نادي الزمالك ويفضل نادي الزمالك مسيطر على المباراه وهو الاخطر مستحوذ على الكوره لحد نتيجه دقيقه 21. كانت اخطر كوره لفريق مودرن سبورت في المباراه، عرضيه من علي فوزي يطلع علي رزق بدماغه يحطها بدماغه ولا اروع، تعدي بكام سنتي جنب عرضه محمد صبحي وتضيع فرصه هدف محقق لفريق نادي مودرن سبورت. ما حصلش اي جديد في الشوط الاول، الزمالك اتراجع لورا ساب الكوره لمودرن سبورت من غير اي خطوره. الزمالك كان بيروح بمرتدات كتيره بس من غير اي فايده وينتهي الشوط الاول بنتيجه 1-0 لنادي الزمالك. ومع بدايه الشوط الثاني الزمالك ما يستناش كتير وكوره بيلد اب زي ما الكتاب بيقول من عند محمد صبحي، حسام عبد المجيد ياخدها شيكو بنزا اللي بيفتح على الخط يدي الكوره لاخوان الفينا يخش لجوه، الفينا يلعب له الكوره يسدد واحده ولا اروع، ابو جبل فاتح الكوبري بتاعه على البحري تعدي ما بين رجله ويبقى الهدف الثاني لنادي الزمالك عن طريق شيكو بنزا من صناعه من اللاعب اخوان الفينا. ثاني اول ماتش اساسي جون واسيست. وعايزين نتكلم على شيكو بنزا. انت شفت الفرق ما بين شيكو بنزا وادم كايد لما نزل في الشوط الثاني؟ شيكو بنزا على قد ما هو بيستعرض كتير قوي والكوره بتفضل في رجله كتير قوي بس هو عنده الحل الفردي اللي ممكن يوديك باي هجمه يجيب بقى جون زي ما عمل في لقطه الجون الثاني، خد الكوره وهو ده جاب الجون. عكس ادم كايد، ادم كايد في الشوط الثاني جاله 3 أو 4 كور كان يقدر يخلصهم بجوان لو كانت الكوره دي جت لشيكو بنزا اللي هي الواحد على واحد اللي بيعدي ويطلع لبره ويحط ار2، بس كان ادم كايد كان بطيء جدا جدا في الكوره دي وما كانش عارف يطلع منها اي خطوره وكان بالعكس بيطلع عنها بمرتدات. فشيكو بنزا على قد المستوى اللي هو لسه ما جاش منه بس الراجل ده اساسي في تشكيله نادي الزمالك لا غنى عنه. من بعد الجون الثاني بقى تراجع غريب من نادي الزمالك في المباراه. انت المفروض كنت تضغط اكتر، الفريق اللي قدامك استسلم حرفيا، خلاص انت جبت الجون الثاني وماسك الكوره، بس اللي حصل ان نادي الزمالك ساب لهم الكوره خالص ورجع لمناطقه وكانت النتيجه في الدقيقه 51 لخبطه جوه منطقه الجزاء، تنزل الكوره لحسام حسن اللي بيشوط في الجون بس محمد صبحي من جوه ال6 يارده يقدر يمنع فرصه هدف اول لفريق مودرن سبورت. في الدقيقه 56 بقى انت جالك فرصه قتل الماتش عن طريق ناصر ماهر. محمد صبحي خد الكوره لعبها واحده لناصر ماهر اللي راح انفراد من نص الملعب، رايح هو انفراد من نص الملعب ومعاه مدافع والناحيه الثانيه اخوان الفينا لوحده. ناصر راح وما رضيش يباص الكوره لاخوان الفينا، طمع في الكوره حط ار2 واديها فرصه الهدف الثالث لنادي الزمالك عن طريق ناصر ماهر. كره ناصر ماهر دي كانت في الدقيقه 56. يجي لك الرد السريع من نادي فيوتشر في الدقيقه 58 بعد عرضيه من علي فوزي، محمود حمدي الونش ما قدرهاش صح، بدل ما يطلعها بوش رجله جت في سن رجله قدام وتروح الكره في شباك نادي الزمالك، يبقى الهدف الاول لفريق فيوتشر في المباراه. ومن هنا بقى فرض عليك سيطرته فريق نادي فيوتشر. في الدقيقه 59 استلامه ولا احلى من غنام محمد ويحط صاروخ ولا احلى، بس طيران عالمي من محمد صبحي يشيل فرصه الهدف الثاني لفريق فيوتشر ويخلي الزمالك لسه في المباراه. يعني انت ضيعت كوره جون في الدقيقه 56 دخل فيك الاول في الدقيقه 58 وكان هيخش فيك الثاني في الدقيقه 59. شفت الاستهتار اخرته ايه؟ ومن الدقيقه 60 بقى لحد الدقيقه 82 ما كانش فيه اي خطوره حقيقيه في المباراه، فيوتشر ماسك الكوره والزمالك بمرتداته لحد ما تيجي لقطه الدقيقه 82 كوره مع احمد شريف الراجل اللي عمل سرور لوب عالمي ناصر ماهر. ناصر ماهر اللي كان استلم الكوره جنبه ناصر منسي جوه ال6 يارده عايز يلم عايز يتفزلك عايز يعمل، الكوره اتقطعت منه واديها فرصه الهدف الثالث لنادي الزمالك لثاني مره من ناصر ماهر. ناصر ماهر اللي عمل لك اول ماتش عالمي وقال لك انا لا غنى عن تشكيله الزمالك، بعد كده في الماتش الثاني ما كانش احسن حاجه وفي الماتش الثالث كان هيلبسك تعادل. الراجل اللي كان اسوأ لاعب في الماتش يعتبر من وجهه نظري، ما كانش بيطلع الكوره صح، بيتاخر كتير، بيستعرض كتير، ضيع عليك فرصتين جونين. لو انت كنت اتعادلت كان ناصر ماهر
هيشيل الليله بلا شك. فناصر ماهر لازم يترمي على الدكه، يتقرص ودنه ويبدا بتشكيلك زي ما هو. شيل ناصر ماهر، حط مكانه دونجا، شحاته جنب عبد الله السعيد، ونفس الافراد. مش هتاثر نادي الزمالك خالص. اللاعب اللي استهتر لازم يتقرص ودنه عشان مفيش حد فوق نادي الزمالك. خلاص نادي الزمالك بقى رقم واحد عنده هو جمهوره، لان خلاص ما فيش حد في نادي الزمالك بقى فوق المنظومه. خلاص نادي الزمالك من بعد زيزو حرفيا بقت الجماهير بتشجع الكيان، ما بقتش بتشجع افراد. فيا عم ناصر ماهر هتلعب عدل هنطلعك سابع سما، هتتعولق وشغل بقى الحنكشه بتاعك ده هننزلك سابع ارض وانت ودماغك. نادي الزمالك ما بيبقاش على حل، وما يحصلش اي جديد في المباراه وتنتهي المباراه بنتيجه 2-1 نادي الزمالك بعد حرق اعصاب في اخر 10 دقائق. كنا كلنا خايفين نادي فيوتشر يجيب جون، بس الحمد لله الماتش خلص بسلام ونادي الزمالك قدر يامن الثلاث نقط ويرفع رصيده ل7 نقط في صداره الدوري المصري. كاوفرول بقى تعال نمسك السلبيات والايجابيات، ونبدا اول حاجه بالمدير الفني نادي الزمالك فيريرا اللي بدا الماتش زي ما كان كل جماهير نادي الزمالك عايزه. كل لاعب بيلعب في مركزه، خط الهجوم المثالي دباغ وشيكو بنزا واخوان الفينا، تحتهم ناصر ماهر، فكان ده التشكيل المثالي. وكمان كان بيلعب كوره اللي احنا بنحبها كجمهور نادي الزمالك، الملعب اللي كانت بتمزجنا، كوره اللي بتبتدي من عند حارس المرمى لحسام عبد المجيد، عبد الله السعيد، الفينا، جون. فكل ده كان كويس جدا. بس الوم على فيريرا من بعد ما الزمالك جاب الجون الثاني تراجع رهيب جدا وساب الكوره لمودرن سبورت. وانت عارف المودرن سبورت ده فريق خطير وعنده الامكانيات اللي هو يعورك في اي لحظه، وكان هيعملها في الدقيقه 59 لقطه اللي اتكلمنا عليها بتاعت غنام محمد. بس كاوفرول فيريرا عمل ماتش كويس، بس انا ما فهمتش برده التراجع اللي عمله. وعايز اتكلم على حته تكتيكيه هو عملها في نادي الزمالك تخص صلاح الدين مصدق. صلاح الدين مصدق اللي شفناه في اول ماتش لاعب 6، وشفناه في الماتش ده كمان نزل كمان في نص الملعب. الراجل ده يا جدعان الكوره بتاعته رهيبه، الراجل ده مستحيل يبقى مساك. الراجل ده في مركز 6 ما اعرفش انت ما بتعتمدش عليه يا عم فيريرا، ده ما انت شايفه كده بيخرج بالكوره كويس جدا، الكوره العاليه كلها بتاعته، سريع، بيعرف يلعب البساطه الطوليه والبساطه القصيره. فالراجل ده لو اعتمدت عليه في مركز 6 هيبقى اكتشاف من اكتشافات نادي الزمالك. تاني واحد عايز اتكلم عليه في نادي الزمالك وهو محمد صبحي، الراجل اللي خد النهارده الثلاث نقط نادي الزمالك وطار بيهم. شال واحده ما تتشالش من حسام حسن، وشال واحده كمان من غنام محمد. كمان في الماتش الاول قدام سموحه كان عامل ماتش كويس، الراجل اللي بيعرف يطلع بالكوره من تحت كويس، مساعد كمان فيريرا في الموضوع ده. فمحمد صبحي مكانه اساسي في نادي الزمالك، وكمان المفروض يبقى اساسي في منتخب مصر. الراجل ده لو استمر على اللي هو عليه وفقه من اي حاجه هيبقى رقم واحد في مصر بدون شك. اتكلمنا على شيكو بنزا وادم كايد وناصر ماهر في الحلقه، لازم نتكلم على اهم 2 في نادي الزمالك، عبد الله السعيد ومحمود بن تايج. وعايز اتكلم على محمود بن تايج بالاخص. ايه الجمال والحلاوه دي يا معلم؟ دفاع شغال، هجوم شغال، بيلد اب شغال، كوره عاليه شغال، باص طولي شغال، باص قصير شغال، شوط على الجون شغال. ما شاء الله عليك يا ابني، ربنا يحميك لنادي الزمالك. انت باك شمال رقم واحد في افريقيا بلا شك. الراجل ما بيبخلش بنقطه عرق لنادي الزمالك، الراجل اللي قافل لك الحته الشمال دي بضبه مفتاح، مفيش حد بيعدي، تاكل عنده مظبوط لابعد درجه. فمحمود بن تايج واحد من نجوم نادي الزمالك من الموسم ده والموسم اللي فات، اقوى صفقه نادي الزمالك عملها من سنين زي ما قلت عليها في الحلقات اللي فاتت. والتاني واحد هنتكلم عليه عبد الله السعيد، ما شاء الله عليك، عيني عليك برده على اللي انت بتقدمه في نادي الزمالك. راجل عنده 40 سنه بيلعب 96 دقيقه في مركز 6. تخيل عبد الله السعيد اللي من يوم ما كان عنده 18 سنه طلع في الاسماعيلي بيلعب 10، في الاهلي بيلعب 10، منتخب مصر بيلعب 10، يجي الزمالك وهو 38 سنه يلعب 6 مع جوميز. وكمان فيريرا لما اتزنق رجع عبد الله السعيد يلعب 6. الراجل بص بس على الخريطه الحراريه بتاعته، بيتحرك في كل حته في الملعب. 40 سنه ما شاء الله عليك. محمد شحاته اللي كان جنبك اللي عنده 23 24 سنه تعب، وانت ما شاء الله عليك لحد اخر المباراه كنت بتفتح سبرنتات. فعبد الله السعيد من مكسب نادي الزمالك بدون شك. عايز اتكلم بقى على كام حد في السلبيات، وانا اسف على اللي انا هقوله ده. كابتن ناصر منسي. ناصر منسي لما بينزل بتشوف الفرق على طول بينه وبين عدي الدباغ. عدي الدباغ المهاجم السريع، المهاجم القوي، الراجل اللي بيعرف يتحرك في كل حته في الملعب. ناصر منسي تقيل لابعد درجه، بيقع في الاوفسايد كتير، في الهجمات المرتده بقى متاخر قوي عشان تقيل، كمان لما بيجري على الكوره بيبقى تقيل قوي، ما بيعرفش يحتفظ بالكوره. فناصر منسي انا شايفه اللي هو مهاجم دكه كويس قوي نادي الزمالك، بينزل في اخر الماتشات يحسمها، فهو ده كويس جدا على قد ناصر منسي. وانه يلعب اساسا لنادي الزمالك في الوقت ده انا شايف ان عدي الدباغ انسب بالمكان ده. عايز اتكلم على ادم كايد برضو. ادم كايد لحد دلوقتي هو الوحيد اللي ما قدمش اوراق اعتماده بشكل رسمي لنادي الزمالك. احنا عندنا شيكو بنزا قدم اوراق اعتماده النهارده، اخوان الفينا من اول لمسه قدم اوراق اعتماده، عبد الحميد معالي برضو من اول لمسه في الماتش الاول قدم اوراق اعتماده، احمد شريف لما نزل النهارده قدم اوراق اعتماده. عدي الدباغ بيجي واحده واحده مع ماتشات، هو مش ظاهر في الملعب بس الراجل ده بيفضي مساحات، بينزل لتحت يستلم، بيلعب الهافات، موجود ومقدم برضه اوراق اعتماده. فاضل 2 لسه ما قدموش اوراق اعتمادهم. عمرو ناصر انا عارف اللي هو لسه ما خدش خالص في الماتشات، لسه ما لعبش بس اللي هو 10 دقايق في ماتش المقاولين العرب، وهو ادم كايد اللي يعتبر اكتر لاعب لعب فيهم. ادم كايد في حته الواحد على واحد ما بيعرفش يعدي، الشوط بتاعه مش احسن حاجه، بيرجع يدافع بطريقه غريبه قوي ورا، وكمان ما بيعرفش يدافع كويس. انا شايف ان احسن توظيف لادم كايد يبقى في نص الملعب، الراجل ده بطيء، الراجل ده ما بيعرفش يعدي على واحد بس بيعرف يلعب باصات كويسه جدا. انا عارف ان عندك تخمه في نص الملعب بس الراجل ده على الوينج مش هيبقى احسن حاجه، حط معاه عبد الحميد معالي على الوينج، حط احمد شريف على الوينج، الراجل ده ما يلعبش وينج. كده نادي الزمالك عنده 7 نقط من 3 ماتشات، كسب اول ماتش قدام سيراميكا، تعادل مع المقاولين، وكسب النهارده مودرن سبورت. يعني انت لعبت ماتشين جامدين ولعبت ماتش سهل، كسبت الاثنين الصعبين وتعادلت في الماتش السهل. عندك الماتشين الجايين
سهلين، عندك فاركو وفادي دجله قبل ما نخش على توقف الدوري ومنتخب مصر. فاللي هتعمل ايه يا عم الزمالك؟ احنا وراك وفي ظهرك، وان شاء الله يظهر لنا الزمالك غير اي زمالك بتاع السنه اللي فاتت. وبمناسبه منتخب مصر انا بعمل حلقه عنوانها احنا ليه ما بقيناش نشجع منتخب مصر، او حتى الشغف قل بلا بنشجع الانديه اكتر من المنتخب. فلو عندك راي حابب تضيفه انك ليه ما بقتش تشجع منتخب مصر او شغف قل، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات عشان هبني عليه رايي في الحلقه اللي هعملها. والسلام عليكم.